ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعمل الكبده الاسكندراني المشطشطه باحلى طريقه ومكونات بسيطه في كل بيت. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الكبده وعليها قطعه من الكلاوي وقطعه من القلب زي ما الجزار بيبيعها بالظبط. قطعتها كلها شرايح رفيعه وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا كميه من التوم، كميه حلوه كده، فصوص توم كامله، ومعاها فلفل سبايسي زي ما احنا شايفين. اللي ما بيحبش الحراق يا جماعه يحط فلفل رومي عادي جدا. نزلتهم بقى في الهون، معايا معلقه ملح ومعلقه فلفل، معلقه شطه ومعلقه كمون. هحط كل الحاجات دي على الفلفل والثوم وهبتدي ادقهم مع بعض. انا مش هدقهم دق ناعم قوي، انا عايزاها تكون خشنه معايا ما تنزلش ميه. طبعا اللي ما عندوش هون وبيستعمل الكبه اي حاجه هنستعمل. انا كنت نسيت احط كزبره فحطيت هنا معلقه كزبره حلوه كده، ودقيت التتبيله دي كلها مع بعضها زي ما احنا شايفين اهو. ده شكلها معايا. هاخد بقى نص التتبيله دي هحطها على الكبده واقلبها معاها بحيث ان هي تديني نكهه حلوه قوي في الكبده، تبقى مطعمه كده بالتتبيله بتاعتي. تعال نشوف بقى هنعمل ايه بنص التتبيله الباقي. هجيب طاسه كده احطها على البوتاجاز على نار عاليه، احط لها كميه زيت محترمه، متقلقوش ابدا من الزيت ده، هنصفيه في الاخر. طبعا الزيت سخن جدا. حطيت معايا نص التتبيله اللي فضلت معايا، حطيتها في الزيت. هبتدي اشوحها كده لما ريحه التوم بقى والتوابل تبتدي تطلع معايا. هنزل بالكبده واحده واحده عشان الزيت ما يبردش معايا، واحده واحده عشان الزيت ما يبردش، فتقوم الكبده تنزل ميتها. انا مش عايزاها تنزل ميه خالص. كل ده والنار عاليه معايا، مش هوطي ابدا البوتاجاز عليها. الكبده بتحبش التقليب الكتير، انا هسيبها لما تبتدي تغير لونها وبعدين ابتدي اقلبها واحده واحده معايا. شايفين انا مقطعه الكبده دي تقطيع رفيع جدا، وبتبقى سهله في تقطيعها كمان لما بتكون طالعه من الفريزر. يعني ايه، نص تجميده كده بعرف اتملك فيها واقطعها كويس. كل ما اقطعها رفيعه كل ما هتديني نكهه احلى، بتستقبل التتبيله اكتر وبتبقى طعمها احلى بكتير. غير كده وكده لازم اشيل القشره البيضاء اللي بتبقى على الكبده من بره عشان خاطر ما تخليليش الكبده بتاعتي ناشفه ومجلده معايا. كل ما بيتغير لونها ببتدي اقلب فيها واحده واحده زي ما احنا شايفين وبالراحه عشان ما تنزلش ميتها وتبقى زفره مش كويسه معايا. شايفين الكبده دي بقى بتتاكل مع عيش بلدي وطحينه وسلطه وبطاطس او مع مكرونه. الاكل ده على حسب الرغبه، بس هي لوحدها حكايه، صدقوني جربوها مش هتندموا. لما وصلت معايا للمرحله دي هبتدي احط كده معلقه خل كبيره كده، ده نص كيلو فحطيت له معلقه كبيره حلوه. طبعا على حسب كميه الكبده انا بحط الخل. هقلبها بقى، هي بتاخدش اكتر من 5 6 دقايق تكون استوت. لما وصلت معايا للمرحله دي انا حطيت لها بقى كميه من الفلفل كمان، فلفل رومي، فلفل احمر، فلفل اخضر، المتاح هستعمله. هقلبه بقى. هي كده طبعا استوت، بس انا بس مجرد ان الفلفل يدبل معايا مش اكتر من كده. شايفين شكلها؟ طبعا الكبده دي لما احط لها بقى رشه بقدونس حلوه كده بتديني طعم حكايه. شايفين؟ بس كده هي استوت معايا وجاهزه ان انا اقدمها بقى شوفوا بقى لما اجي اشيلها بقى من الطاسه دي ازاي هتصفي زيتها زي ما احنا اتفقنا. شايفين الزيت؟ فما تقلقوش ابدا من كميه الزيت اللي هنسوي فيها الكبده بتاعتنا. تعالوا بقى نغرفها سوا نشوف شكلها. بصوا تصفي الزيت ازاي، شكلها وطعمها وحاجه كده حكايه بجد. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لكم جديد، ويا ريت تتابعوني وتدوسولي اللايك عشان القناه بتاعتي تستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.